انتوا عارفين بقالي قد ايه نفسي في المنتج ده؟ مش هتصدقوا يا جماعة. بصوا معايا ايه، مش مصدقة نفسي بجد. خلينا نبدأ الفيديو واحكي لكم كل الحكاية. طيب مبدئيا كده خليني اقول لكم دي انهي اير ماكس ايه دي الدايسون اير راب كو اندا 2 اكس. دي الفيرجن الجديد من الدايسون اير راب اللي انتوا غالبا كلكم شفتوها زي من سنين وسنين وسنين، وكان نفسي اجيبها. بس دي بقى الفيرجن الجديدة منها، وكل اللي سمعته ان الفيرجن دي اقوى بكتير من الاولانية، وغالبا ال2 اكس اللي مكتوب عليها دي يعني مرتين اقوى. والقطع اللي فيها طبعا فيها حاجات مختلفة، وده يعني غير ان انا يعني اصلا كان نفسي فيها من زمان قوي، من زمان جدا. يعني شوفوا الاير راب الاولانية ظهرت امتى وانا كنت عايزة اجيبها من ساعتها. بس طبعا يعني في حاجات كتير كانت منعاني من ضمنها، او يعني واحد من العوامل الكبيرة اللي خلتني ما اجيبهاش كل الفترة دي هي تمنها طبعا. بس المرة دي بصراحة مش انا اللي جايبها، جوزي جابها لي هدية في عيد ميلادي بس بس برضه ما كنتش راضية يعني كنت اصلا مترددة، بس قلت خلاص. يعني بصراحة لما شفت ان نزلوا فيرجن منها اقوى هو ده اللي شجعني واخترتها بصراحة. فدي القطع اللي موجودة فيها، ودلوقتي اللي انا فهمته انها بقت تتربط بابليكيشن كمان. فخليني نعمل انبوكسنج عشان هي عندي بقالها اكتر من اسبوع، ولسه بصوا لسه بالسيل بتاعها، عشان كنت عايزة اصور فيديو وانا بعمل لها انبوكسنج عشان تشوفوها معايا ونجربها سوا. مش عارفة هلحق النهاردة اجرب كل القطع ولا لا، غالبا لا، بس يعني خلينا نشوف اي حاجه. يعني ديفينتلي هجرب البارل بتاع الكيرلينج اللي هو الطويل ده، انا بتاع تقيله قوي مش عارفه استعملها. وممكن اللي هي الاولانيه اللي هو السشوار العادي، ده اللي هنجربه النهارده. بس خلينا بسرعه كده نعمل انبوكسنج عشان اوريدي الدنيا بدات تضلم، الساعه داخله على 4 فالدنيا هتضلم. بس انا قلت لازم يعني مش هفوت يوم تاني من غير ما اعملها انبوكسنج واجربها معاكم. فيلا هجيب مقص او حاجه افتح بيها ونفتح مع بعض. ملقتش قريب مني غير مقص الضوافر بتاع هنا بتاع الاطفال ده، بس يعني ان شاء الله هيفتح. الستيكر ده انا طبعا حطاه على الترابيزه قصادكم عشان هو تقيله جدا بجد، ما كنتش متخيله حجمه بصراحه. هحاول اميل لكم الكاميرا ولا اشيل الكرتونه الاول. استنى، خايفه اوقعه اكثر. اهو في شنطه بقى. هو في ايه محشوره جوه؟ استنى لازم اقف يعني. طيب سوا اقف بقى كده واحاول اشيل الكرتونه بالراحه ما تتشالش. حاسه ان اكيد في طريقه تانية، في طريقه هنا افتحها الناحيه دي، بس يعني هنضيع وقت. ممكن احاول ازقها بالراحه كده. ايوه خرجت اهي. بصوا الشياكه والاناقه. مكتوب بقى دايسون هنا، مش عارفه باينه الكل. المهم تعالوا بقى نفتح. في بقى حاجات جوه. طيب في QR كود، وبعدين بقى المكونات كلها هنا. مش عارفه ارفعها لكم عشان تقيله، بس دي الجهاز نفسه اهو، وربط كده بورق زبده كده. ودي قطعه جديده تقريبا اللي هي بتعمل ستريت، بتعمل الشعر ستريت. طبعا هنشوف كل ده هيتعمل ازاي. ماشي، ده الجهاز نفسه. وبعدين بقى فيه بصوا يا جماعه البتاع نفسها جوخ. عارفين الجوخ اللي هو بيتعمل بيه الدراج بتاعة العربية؟ نظيفة قوي. وده ده مشت. زمان وانا بتفرج بقى على فيديوهات اليوتيوبرز اللي كانوا بيجيبوها، كنت بقول يا المشت ده شكله لذيذ قوي، عايزاه. الحمد لله يا جماعة، اللي بيصبر على حاجة الله ده لذيذ قوي. دي اول حاجة هنحتاجها اللي هو السشوار العادي. وعايزة اطلع دي. هو ايه كل الفيشة دي؟ يا نهار ابيض. اولا الجهاز بقى نفسه رفيع قوي، يعني بصوا بحجم وتقل العلبه البتاع دي رفيعه قوي وسهله المسك. دي اول حاجه بوزيتيف. انا عايزه البارلز بقى. هي البارلز فين؟ انتوا ضاحكين عليا ما جبتوش البارلز. طيب انا هشيل اللي هي الستريتنر دي، وفي اللي هي الفرشه اللي هي الفلات دي، اللي هي الراوند براش، واللي هي الستريتنر اللي وريتها لكم في الاول. ودول بقى اي ثينك دول البارلز كلهم. المفروض واحد بارل قصير وواحد البارل اللي هو اطول ورفيع، اطول وارفع. كده العلبه خلاص ولا في حاجه تانية؟ اهو بارل اتخن وبارل طويل ورفيع. هما يعني ده اطول سنه بسيطه اللي هو ده. فانا عشان شعري اصلا صغير هستخدم الرفيع والطويل. هوصل بقى ونبدأ نبدأ شغل جامد.
طيب هو انا شغلت اهو الكهرباء واصله له، بس انا عماله ادوس على حاجه في زراير، في هنا كذا زرار، في زرار باور، في زرار تحتيه، وفي زرارين تحت. فانا غالبا محتاجه اقرا قبل اي حاجه يعني. فكنت بحكي لكم يعني ان انا شعري عامه هاي مينتنس قوي. لا دي ورقه الضمان، محتاج حراره قليله علشان يثبت، وده حاجه غريبه قوي. فانا لما باجي اروح بقى للكوافيرات ما بيسمع، او يعني اولا مش بيسمعوا كلامه ومش بيفهموا شعري. انا بحاول اجيب الورقه اللي كان فيها الكيو ار كود، عايزه حاجه تقول لنا على طول كيفيه الاستعمال. في زراير كتير قوي ومش فاهم. ايوه حلو الزراير ده. اول حاجه باور باتون كولد شوت، حلو قوي. انا حاسه ممكن عشان ما اضيعش وقت، ماشي انا كده معايا الكتالوج او بتاع ده. هفك بقى الفوطه دي. انا شعري ما بحطش برودكتس معينه، يعني ما عنديش برودكتس ايه يعني، ما اعرفش، ما بهتمش بشعري. كل اللي انا بعمله بغسله بالشامبو، ومعظم الاحيان ما بستعملش حاجه غير ده اللي هو الريفلون، معرفش اسمه يونيك وان ده الاحمر ده، ومعرفش هو بيعمل ايه حرفيا، بس انا بحطه على اطراف شعري قبل ما اسرح. بس حتى لو ما حطيتش ده يعني الحمد لله شعري بيتسرح عادي، ما مش بحتاج ان انا احط عليه برودكتس. معرفش يعني. اول حاجه ان احنا هنشف شعري كده اللي هي اللي بتطلع هوا دي، بس من غير فرش من غير اي حاجه. انا بستعمل اللي هي التانجل تيزر دي، اللي هي دي بتسلك شعر لطيف يعني. ممكن بقى اجرب المشط ده. طبعا المشط ده يعني حلو وكل حاجه، بس هو كبير قوي على راسي. بصوا يعني انا بصوا وشي قد ايه. انا مش عارفه هيبقى عملي قد ايه، بس ما اعرفش يعني. كنت بشوف في الفيديوهات كنت بحس ان انا عايزاه عامه. فخليني اركب بقى الاتاتشمنت اللي هي دي كده، وبعدين بقى الاير فلو كده اجمد حاجه. اوكي هي قويه قوي، حلو. طبعا انا سمعت انها اقوى من مش عارفه انتوا سامعيني ولا لا، انها اقوى من القديمه مرتين. هي فعلا قويه قوي، والسخونيه بتاعتها حلوه، مش بتلسع قوي. مش كده يعني، هو شعري ناشف بنسبة يعني لسه شوية، بس عشان الوقت، عشان سمعت برضو ان البارل ده محتاج الشعر يبقى مبلول سنة، معرفش ليه. بس انا هجرب معاكم. طبعا انا الحمد لله النهاردة موريش لا مناسبة ولا حاجة اجرب فيها. هجرب وانا قاعدة في البيت، بس هقسم شعري كده 2. وبرضو لسه معرفش البارل ده بيستعمل ازاي، عشان انا سمعت ان هو مش سهل ان انا افهمه قوي. بس اللي انا متأكدة منه ان هما قالوا، بس ده برضو الكلام ده كله على القديمة الدايسون اللي هي مش دي، النوع التاني، يكون الشعر مبلول سنة. هي بقى المشط ده حلو قوي في تقسيم الشعر. هو عامة عاجبني ان هو طري كده، مش بيوجع. في يعني عامة ما بحبش استخدم المشط عشان بيوجع. انا هقسم الشعر نصين كده، هلم بقى النص ده خالص. واشتريت يا جماعه لما عرفت ان انا هجيب البتاع ده، جبت وعملت اوردر لكليبسات، اللي هي كليبسات الشعر دي، علشان بيقولوا ان كيرلز عشان تثبت بتاعه الايرات برضو القديمه، ان احنا نفضل يعني ملفينها مده. فيعني مش هيخسروا حاجه. جبتهم من على امازون، معرفش 50 جنيه ولا حاجه عبيطه كده. فهركب بقى هي دي بقى بتتفك ازاي كده. ايوه يا سلام. وهركب البارل الطويل ده. الفكرة بقى ان انا مش عارفة الاتجاهات، يعني ممكن اعمله في اتجاه. طب لو دوست كده هدوس، هجرب وخلاص. ده لجوه. تعالى نعملها الناحية التانية. انا عايزاها الاتجاه التاني، فانا هلفها العكس. ايوه يا سلام. والله يا جماعة العلم نور، العلم نور. اوكي، اول غلطة عملتها ان انا ما كنتش دايسة على
على الباور، فهي بدأ يلسعني يعني ما فكتوش صح. انا مش عارفه اعملها تاني ولا شعري هيتحرق. المفروض ان الهيت بتاعها مش قوي. هجرب. مش كده اقفلها بقى، المفروض اطلعها كده. يا جماعه الشغل البروفيشنال ده ماليش فيه. واكويلت المفروض بقى اثبت البتاع ازاي، انا ما بعرفش. مشكله الناس اللي شعرها ستريت ما بيعرفوش يتعاملوا مع الشعر الكيرلي. ماشي، هاخد واحده من البنس دي واثبتها بقى كده. طيب ما بتثبتش تمام اهو كده، ثبتت. بس انا محتاجه بقى الفها اكتر يا جماعه، فشل ذريع. ناخد حته كمان ونجرب. يعني اللي انا عرفته برضو الواحد مش من اول استعمال بيعرف يتعامل معاها، بس ادينا هنا بنتعلم. هي الكيرلز يا جماعه تحفه. بصوا بس انا فشل. عارفين بقى المفروض اعمل ايه؟ المفروض استخدم البارد كمان. عشان ايه؟ طب في الخصلة الجاية عشان ما احرقش شعري، عشان بيقولوا المفروض البارد بعد السخن بيساعد على التثبيت. انا اخدها كده. طب يعني انا حاسه ان انا ممكن. ايوه حلوه قوي كده. بس هي لا حلو يعني، الهيت بتاعها مش خفيف زي ما انا كنت متخيله. ومش سخنه قوي يعني بجد. في الكوافيرات بحس بيحرقوا الشعر بطريقه فظيعه. عايزه افتكر ادوس على البارد. هي المشكله بس في خلع الشعر من البتاع دي صعبه قوي. بس كيرلز خطيره. خليني بقى ايه اجري الحته اللي فاضله لحد ما النص ده يخلص ونشوف. انا مش عارفه اتعامل مع البنس اللي موجوده دي، فانا بفكر افك دول بقى وابتدي اشوف الشعر اعمل ازاي. او في حاجات خلت شعري ايه داخل في بعضه، وانا خايفه دلوقتي وانا بفتح. هي البنس عامه ممكن تكون هي اللي مش مساعداني. بس انا هسرح بقى شويه دول كده بالمشط اللذيذ ده. حلوه قوي عامه. طبعا يعني متفتكروش انها الكيرلز هتبقى كيرلي، هي هتعمل زي بيتش ويفز. فانا هوقف الفيديو هنا بقى واجيلكوا في الاخر بعد ما اخلص عشان انجز. مساء الخير. احنا النهارده تاني يوم بعد ما صورت الفيديو اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي. اللي انا بقوله ده. المهم النهارده تاني يوم. طبعا ما لحقتش اصور لكم النتيجه ولا اي حاجه، بس هحط لكم صوره هنا للنتيجه بتاعت شعري بعد ما خلص على طول. جيفن بقى عايزه اقول لكم اللي حصل ان انا كروت الناحيه التانية اللي كانت فاضله دي خالص، فما كنتش بلفها بالبنس كده زي الناحيه الشمال. فهوريكم النتيجه دلوقتي بعد ما الناحيه دي متكروته. وطبعا لميته اصلا بالتوك ونمت عليهم. ده شكله. الناحيه دي افضل بكتير طبعا. الناحيه دي يعني مفروده بس ستيل مش وحشه. يعني اتعلمت شويه حاجات كده. مش عارفه يعني انا بتعلم معاكم كده كده لسه فايه. هنشوف مع بعض. اولا نزلت الاب بقى اللي هم كاتبين عليها، وفيها ان انا اقدر اتمرن على اولا بتعمل هير بروفايل. يعني بتختاري بقى نوع شعرك والكلام ده. وبعد كده بتعملي بقى حاجه اسمها اي دي كيرل، اللي هو ازاي تكيرلي شعرك بيزد على البروفايل، الهير بروفايل بتاعك والستايل اللي انت عايزاه. بيعملك زي توتوريال كده. اظن انها مخصصة ليك انت على حسب الهير بروفايل يعني. فخلينا بقى ايه، انا عايزة طبعا اريفرش بقى كل الكيرلز دي. برضو لو فاكرين انا ما استخدمتش اي هير سبراي ولا اي حاجة. برضو اتعلمت ان انا الناحية دي عملتها كانت نشفت خالص، لان انا قعدت مدة بعد ما قطعت الفيديو قعدت مدة طويلة بتاع ساعة. ما عملتش الناحية دي، فالناحية دي كانت نشفت ما كانتش مندية زي ما احنا كنا سايبينها هنا. فده الدرس التاني او التالت اللي احنا بنتعلمه. فالمرة الجاية هجيب اللي هي السبراي بوتل، اللي هي بتخلي المية بتعمل ميست كده خفيفة. انا ما عنديش. لو كنت رشيت عليه مية كنت هبهدل الدنيا.
فده كمان حاجة. والكيرلينج ما كنتش عارفة استعمل دول ان انا الف بيهم الشعر، فغالبا هجيب بوكلات عادية او اللي هي رولرز، الهير رولرز العادية اللي هي البوكلات العادية يعني. فغالبا دي هشتريها برضو. مش عارفة بقى، في مرة من المرات اكيد هجرب استخدم هير سبراي برضو واشوف هيثبت الكيرلز ازاي. واخر حاجة بقى اللي انا هعملها ديفينتلي المرة الجاية، انا اصلا في الكوافيرات شعري بيفك لان هما بيستخدموا حرارة عالية قوي. انا امبارح كنت مستعملة اعلى حرارة في الدايسون، وهي فيها 3 اوبشنز، يعني 3 اوبشنز حرارة. فانا ممكن المرة الجاية مثلا اقللها درجتين، والمرة اللي بعديها اجرب يعني حرارة نقطة واحدة او ليفل واحد بس، واشوف مين فيهم اولا. يعني انا دلوقتي حاسة ان انا شعري معمول في الكوافير لان هو يعني مفروض، او يعني عارفين ملمس لما تطلعوا من الكوافير عاملين شعركم بيبقى فيه ملمس كده للشعر، مش ان هو محروق بس مفروض فردة كوافير. فكل الحاجات دي هعملها عشان اكيرل شعري المرة الجاية. مش عارفة بقى، عامة عايزة اوريكم بقى الاب شكلها ايه. اولا بيتعرف على القطع، انا كده كده لسه مش موصلاها، بس بيتعرف لما بتوصلوا اي اتاتشمنت بيتعرف عليها بقى بلوتوث او حاجة، بيعرف انهي قطعة انت مركباها. وبعد كده بتعملي بقى هنا سيت اب فور ستايلينج، وفي بقى تحت توتوريالز على نوع الشعر او نوع الستايل اللي انت عايزه تعمليه. حاجات يعني اب مليانه حاجات. فانا لسه ما لعبتش في الاب، فدي حاجه برضو هبقى اعملها واوريكم الفيدباك بتاعي عنها وكده. وديفنتلي هجرب اللي هو الاي دي كيرل، لان الاي دي كيرل ده مش موجود في الدايسون الاير راب الاولانيه، موجوده في دي بس. ان انتي تعملي توتوريال بيزد على نوع شعرك، او يعمل لك توتوريال بيزد على نوع شعرك. تفتكروا ممكن نجربها دلوقتي؟ ستارت توتوريال. مش هعرف ابداها لان انا بسجل الاوديو في الموبايل عشان المايك بتاع الكاميرا قطع شحن. فانا بسجل الصوت بتاعي، يعني المايك ده متركب على الموبايل، فالتوتوريال غالبا محتاجة هتطلع صوت، فمش هعرف اعمله. طيب انا وصلت الميكروفون بالكاميرا وهبدأ معاكم التوتوريال اللي هم عاملينها دي. هم اول حاجة كاتبينها ان انا لازم يبقى شعري مندي بنسبة 20%، يعني 80% ناشف و20% مبلول. انا رحت جبت سيتنج سبراي خلصان عندي، بيعمل السبراي بتاعه زي الميست كده خفيف، وبليت بيه شعري شوية عشان ايه يبقى 80% ناشف زي ما هم كاتبين. يعني فيه 20% بلل. I think ان كده ممكن يبقى 20%، 10%، مش عارفة. يعني هي الميست خفيفة قوي فمش بتبل بدرجة كبيرة يعني. فخلينا ندوس اهو. بتقول ان هو يبقى شكله ناشف بس هو احساسه ساقع. I think يعني هو شكله ناشف اهو بس احساسه ساقع. ماشي، هنعمل هاي سبيد هاي هيت. هو ده بقى اللي انا شاكه فيه، لان انا امبارح عملت هاي سبيد هاي هيت، فانا بفكر ان المره دي اقلل الهيت بصراحه وهخلي السبيد اعلى. ماشي بعد كده بيقول حدد اتجاه الكيرلينج. انا اظن ان انا كده ظبطه صح. ماشي، بيقول ان هو هيعمل هو السخن والساقع وكل الحاجه لوحده. تعالوا نجرب بقى. done. طب ما انا عملت ايه ده؟ مش هيشغلها لي يعني؟ مش هطلع بس خصله بتاعته صعبه. الموضوع واخد اكبر من حجمه. هما بيقولوا خصلة 2.5 سنتي. انا معرفش طبعا يعني ايه احسبها ازاي 2.5 سنتي دي، بس let's assume ان دي 2.5 سنتي. بعدين 9 seconds wrapping، 11 ثانية styling. ماشي طبعا هبراكتس واشوف. position your device so you can view the screen. بصوا الحتة دي حلوة قوي. الغطا بتاع السشوار في مكان ان انا احط الموبايل كده عشان اتفرج على التوتوريال اهو. فانا هحطه قدامي كده عشان اتفرج على التوتوريال ونشوف اخرتها. الكاونت داون هيعمل عد تنازلي اول ما ابدا. ماشي، انا هجهز الخصله وبرضو مش مبلوله قوي فانا هبلها كده. تويست ذا كول تيب. ماشي يا حبيبتي، عملت كل ده. ماشي، بريس اند ريليس. ماشي.
مش متأكدة بصراحة. اولا انا عملتها في الاتجاه الغلط ده مبدئيا، يعني حاجة رائعة. طيب انا هغير الاتجاه بس مش هكيرل دي تاني، بس هتعمل لها كيرل اللي جوه مش لبره. بس حاساها يعني مدة طويلة قوي الموضوع ده. طب هجرب في خصلة تانية، هقوله practice again. مش هرجع بقى الكيرل دي ورا كده، وهقوله practice again. هحط رشة مية على الخصلة، غالبا رشتها في الهواء مش مشكلة. هقوله practice again. ماشي هشغل. وبعد كده ماشي شكلها حلو كل حاجة، بس انا بقى عاملاها ميديوم هيت زي ما قلت لكم، مش عامله السخونيه على اخر. شايفين هما تلاتة ليفلز للحراره، انا عامله 2 بس. هحاول انجز. انا معايا وقت قد ايه؟ نص ساعه تقريبا. والفكره انا مش عارفه الحاجات الكيرل دي برجعها لورا، بس لما اجي اشغل السشوار بيخشوا في بعض يعني. الاي دي بص، ده فعلا هي شغاله لوحدها من غير تركز، هو شغل التايمر لوحده. بس هي حته السايلنت دي بتاخد وقت كتير قوي، فبصراحه هتحرق الساعه. حلوه قوي. كده انا يعني فهمت الاي دي كيرل. هو بيشغل التايمر لوحده وبيعمل بيغير هو السيتنجز، بيشغل البارد والسخن وكده لوحده، وبيعمل تايمر وبيقفل هو لوحده. يعني فكرة لطيفة بصراحة، عشان الواحد ما يفضلش ينسى مثلا السخن كتير مدة كده يعني. هحاول بقى اسرع في الفيديو الجزء ده، وانا هحاول اكمل الكيرلينج كله قدامكم، وخلي بقى الستريتنر والقطع التانية في فيديوهات اخرى، عشان عايزه اوريكم بصراحه الكيرلينج بعد ما خلصت امبارح كان شكله رائع. بس زي ما بقولكم عشان لو عايزينه يثبت بقى يثبت فعلا محتاجين تلفوا الكيرلز دي خلاص فور شور هنعملها يعني. بصوا ده اللي انا بقولكم عليه. بصوا السشوار بيبوظ الشويه اللي فات، ولما اجي فانا مش عارفه ازاي ابعده عن اللي انا بعملها الجديده. فاهمين قصدي؟ لا انا هقلل المده بتاعه الستايلنج دي علشان سخنه قوي. ده كده ميديم هيت. وهزود مده الساقع. سخنه جت على ودني بجد. بص ودني استوت ازاي. ده النص اللي اتعمل اهو بقى. بس انا مشكلتي شايفين بقى كل الشعر الهيج ده بسبب الهوا، انا مش عارفه احله ازاي. انا هسيبه كده مش هفكه دلوقتي الا في الاخر. ماشي يا جماعه احنا كده خلصنا. هحاول اسيب الناحيه دي كده 10 دقايق قبل ما افكها. الناحيه دي هسرحها بالمشط اللي جاي معاها. طبعا كل الكيرلز دي بتروح، بس بيسيب عارفين ال 90s كيرل ده الشكل اللي بيفضل بعد ما اسرحها على طول. لو عايزاها كيرلي كده زي ما بقولكوا هفضل بقى لفاها في بوكلات ولا حاجه، ممكن يعني كذا ساعه بقى، واحط هير سبراي وكده. بس الفينش ده تحفه بصراحه. برضو انا بحب الشعر اللي يبقى فيه فوليوم كده. فهستنى 10 دقايق دول الناحيه دي تبرد كده واسرحها واجيلكوا اوريكوا الفينش لوك. طبعا لو عندي وقت اطول كنت سبته يبرد اطول مده اطول خالص. بس بجد يا جماعه حتى لو هو مش ثابت، انا بالنسبه لي ده لوك حلو قوي. لان انتوا لما بتروحوا عند الكوافير، او انا معرفش انتوا انواع شعركم ايه، بس انا لما بروح للكوافير اقول له عايزه ويفي، بيعمل الويفز بالفير او بالبيبي ليس. بجد على ما بطلع من الكوافير بيكون فك. لو قلت ليس او بلو اوت او كده برضو ما بيقعدش. فانا بالنسبه لي الكيرلز دي اصلا شكلها تحفه وطبيعي يعني. ما تحسوش ان انتوا طالعين من كوافير او عاملين شعركم بهيت او اي حاجه. وبرضو مع ان هي سخنه، هي الهيت بتاعها يعني لا يقارن بالهيت بتاع الكوافير بصراحه. لو عايزه 5 minute بلو اوت هعملها بالدايسون. ماشي انا عارفه ان انا
sounds like ان انا بحلل الفلوس، ولازم احلل الفلوس، بس كده كده يعني ده first impression. هجرب استعملها كتير بجد. انا مبسوطه قوي. بصوا بالفينش ده حلو قوي. وده second hair day، يعني المفروض بدأ اصلا شعري يزيت، تاني يوم بيبقى شعري وحش، ففكره ان هو يطلع شكله كده من غير ما اغسله ولا اي حاجه شكله حلو قوي بجد، عاجبني. هجرب بقى الكيرلز. هجرب زي ما قلت لكم كذا هيت، كذا سرعه، كذا كل، يعني يمكن لو قللت سرعه الهواء شويه الهيشان ده يقل. هجرب كل الاوبشنز. هجرب برضو ده البرل اللي هو الطويل والرفيع، هجرب البرل التخين والقصير، وهجرب معاكم في فيديو جاي برضو اللي هي اللي بتعمل ستريت. بس انا فعلا مبسوطه قوي بالفينش ده. بصوا يا جماعه فلوي ازاي. وزي ما قلت لكم هجرب اجيب الهير رولرز دي بس يكون عندي وقت بقى، ما يكونش مثلا عندي مناسبه بعد ساعه واعملها، لا يعني ممكن اعملها ليلتها مثلا، بحيث اوفر نايت او حتى الصبح بدري وانا عندي المناسبه بالليل، فيقعد بقى شعري فتره طويله ملفوف. بصراحه عجبني فور ناو. ده فيرست امبريشن. والمشط عجبني قوي، بحب المشط ده. المشط ده عايزه اقول لكم اول مره شفته كان في فيديو اليوتيوبر في 2018، وقعدت بجد بجد يا جماعه هو مشط بلاستيك، هو مفيهوش اي حاجه، بس قعدت احلم بان انا يكون عندي المشط ده، والحمد لله. يعني شوفوا كام سنه ليتر وربنا بيحقق لي حلم على المشط. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم. بعتذر ان انا اضطريت اصور على كذا يوم، بس مش مشكله، هحاول ان انا اخلي الفيديو شكله حلو. وزي ما قلت لكم كل دي first impression، هجرب مليون طريقه لحد ما الاقي طريقه هي دي بالنسبه لي طريقه بيرفكت. بس لو انا عايزه كيرلز بقى، في توتوريال على الاب للكيرلز اللي هي مسمينها 80 كيرل، هحط لكم الصوره بتاعتها هنا، بس عشان نحاول نحقق كل اللوكس اللي موجوده على الاب واللي موجوده في دماغي حتى، واطلع كل البوتنشال من الجهاز اللي مش رخيص ده. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون اللوك الشعر ده عجبكم. انا برضو شعري زمان قبل ما احمل كان اطول بكتير، لو انتوا فاكرين هحط لكم صوره هنا لاطول حاجه شعري كان وصل لها، فانا بحاول ارجع الطول ده تاني. او قولوا لي لو الطول ده مناسب، اللي هو الميديوم لانس ده حلو عليا ولا لا. انا بس القصير ما بحسش ان هو يليق عليا، يعني لو شعري كده مثلا بحس ان شكلي مش حلو، بس الميديوم او الطويل انا بحس ان هو بيليق عليا. Thank you so much for watching. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، الكلام ده كله، واشوفكم في الفيديو الجاي.